فهنشرح النهارده ازاي تسجل وتعمل حساب، ازاي تسجل على تشات جي بي تي وتعمل حساب. وفي نفس الوقت النهارده شرح كامل للمبتدئين من اول ما تسجل على تشات جي بي تي ويكون عندك حساب لحد ما تعرف تستخدم كل حاجه فيه بشكل كامل للمبتدئين بس. طيب جميل، زي ما انت شايف هنا دلوقتي يا اما هندوس ساين اب وندخل نعمل حساب جديد، نكريت حساب جديد من اول وجديد بتاعك وتدخل الباسوردات بتاعتك وهيدخلك عادي جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنستناه يحمل. اول حاجه في تشات جي بي تي السيرش، ده دلوقتي بقت الناس تستخدمه زيه زي السيرش اللي موجود على جوجل بالظبط. ممكن الشات جي بي تي دلوقتي يعمله يا اما يعمل كرييت ايمج مثلا فيعمل صوره زي ما انت عايز، يا اما يساعدك في الكتابه، يا اما يسمرايز يلخص كتب او ملفات او ملف بي دي اف او ملف اكسل او اي حاجه انت عايزه يلخصها، يا اما يكتب لك كود، يا اما يعمل لك شويه حاجات كتير انت ممكن تكتشفها وممكن تساله اصلا انت بتعمل ايه وهو هيرد عليك. تعالى هنا بقى المشبك ده، لو انت مثلا عايز توصل تعمل كونكت لمايكروسوفت او تعمل كونكت باب معين هتخش هنا هتعمل كونكت. طيب طبعا لو عملت كونكت بمايكروسوفت هيفيدك في شويه حاجات كتيره جدا، لان المايكروسوفت هيكون عليها البرامج بتاعتك وهيكون عليها الحاجات بتاعتك. لو عملت كونكت لو عملت هنا كونكت بدرايف، لو هنا عملت كونكت بدرايف على الملف، اي ملفات بقى موجوده عندك على جوجل درايف تقدر تحملها وترفعها زي ما انت شايف دلوقتي. الملفات اللي انت عايزها سواء صور او فيديوهات تقدر ترفعها لتشات جي بي تي وتساله عنها مثلا وتقول له ايه رايك في الحاجه معينه. انا قبل كده رفعت له السي في بتاعي وسالته عن شويه تعديلات في السي في وازاي اخلي السي في بتاعي كويس وازاي اخلي التصميم بتاعه احلى والكلام ده كله، ازاي اخلي التصميم بتاعه كويس. طب ايه المواصفات الجديده بتاعه الذكاء الاصطناعي اللي ممكن اخلي السي في بتاعي دلوقتي يتوافق مع الفتره الجايه. فيعني عشان ما اطولش كتير عشان الشرح كله للمبتدئين. وهنا الابلود فروم كمبيوتر، لو انت عايز مثلا ترفع حاجه من الكمبيوتر على الجهاز، ترفع حاجه من الكمبيوتر عندك على الجهاز على طول. ونفس الحكايه ده بتكون موجوده اصلا على ونفس الحكايه دي بتكون موجوده اصلا على الابليكيشن لو انت نزلته على الموبايل. هنخش هنا على السيتنج، هتلاقي عندك اول حاجه الجنرال الثيم. لو انت عايز تغير مثلا شكله عايزه يبقى دارك، انا غالبا بفضل الدارك في اوقات كتير. لو انت عايز دلوقتي، بس الدارك دلوقتي مش هيبقى ظاهر معانا في الكاميرا فهنرجع نظبطه تاني في اللايت. حلو. لو انت عايز تظبط اللغه بتاعته، لو انت عايز مثلا تارشيف الشاتس. حلو. لو انت هنا عايز تظبط اللغه بتاعته، انا طبعا عاملها هنا اوتو تبقى كل حاجه. هتخش بقى تاني حاجه على البيرسوناليزيشن، ودي اهم خطوه ممكن تشوفها في تشات جي بي تي. البيرسوناليزيشن دي عباره عن حاجتين، يا اما ميموري يا اما كاستم انستراكشن، الحاجات الذاكره بتاعه تشات جي بي تي اللي هو بيبقى فاكرك بيها وفاكر ايه اللي انت بتعمله والكلام ده كله. فلو دخلنا هنا على الكاستم انستراكشنز مثلا، اول حاجه تقدر انت تخش هنا بيسالك سؤال هنا الكاستم instructions: what would you like ChatGPT to know about you to provide better response. يعني انت عايز مثلا الشات جي بي تي يعرف ايه عنك عشان يقدر يقدم لك احسن رد او احسن تفاعل معاك. فانت هنا بتخش، طبعا ده هنشرحه بعد كده بالتفصيل. بتخش بقى تساله مثلا تقول له طب انا عايزك مثلا ترد عليا عايزك تعرف ان انا مثلا بشتغل في حاجه معينه وده الشغل بتاعي وانا باخد كذا وبشتغل في المكان الفلاني كده. حلو. تعرف تشات جي بي تي واحده واحده ايه اللي انت بتشتغل عليه، فبتبدا تعرف تشات جي بي تي واحده واحده ايه اللي انت بتشتغل عليه وايه المشروع بتاعك، مثلا ايه المشروع بتاعك او ايه الهدف بتاعك، او انت بتروح نادي او انت بتشتغل في شغل معين بتعرفه الاماكن اللي انت بتشتغل فيها. طبعا الخصوصيه كانت زمان، ما تقوليش اصل هو كده هيعرف عني كل حاجه، ما هو هيعرف عنك كل حاجه. فالخصوصيه دي كانت زمان، هو دلوقتي هيعرف عننا كل حاجه من غير ما تقول له اصلا، ماشي. بس انت بتعرفه الحاجات المهمه او العامه، مش لازم تتكلم معاه في حاجات اسرار وحاجات تكون خصوصيه قوي. وتبدا تشرح له واحده واحده الحاجات اللي انت عايزه يعرفها عنك عشان يعرف يديك احسن اجابه بعد كده ليك. وهتنزل تحت هنا هتلاقي السؤال التاني بيقول لك how would you like ChatGPT to respond. انت عايز بقى تشات جي بي تي يرد عليك ازاي؟ فطبعا هنا مكتوب في كلمه كده مكتوبه كاجوال، انت عايزه يرد عليك مثلا كاجوال. لو انت عايز تشات جي بي تي يرد عليك بشكل مثلا كاجوال او شكل يكون بشكل كاجوال، يعني مثلا هيرد عليك بشكل رسمي،
يعني هيرد عليك بشكل رسمي، او هيرد عليك بشكل يكون فيه شويه تون من اللي هو ايه، مش هقول لك دلع، بس هقول لك يعني حته ايه، حته ان هو ايه، عواطف شويه. فانت ممكن تبقى تشرح له الكلام ده كله في الحته دي، في الجزئيه دي. تقدر بقى تشرح له اللي انت عايزه كله، تقول له يرد عليك ازاي، ايه الطريقه اللي ممكن يرد عليك بيها. فخليني اقول لك مثلا، انا بكتب ايميلات كتير جدا، فانا عايز الايميلات تكون بشكل كاجوال، بشكل مثلا ما تكونش فيها عواطف كتير. انا عايز الايميلات بتاعتي تكون صريحه، بتوصل الرساله. فهقول له بالظبط انا محتاج اوصل ايه، فهقول له بالظبط يرد عليا ازاي. ولو انا مش عارف ايه التون، او إيه الطريقه اللي انا عايزه يرد عليا بيها، انا ممكن اقول له انا بعمل كذا كذا كذا، انا بكتب ايميلات مثلا كتير. وبعدين اقول له ازاي اطلب منك، او ازاي اسالك ازاي اجاوب على السؤال دوت، واخليك ترد عليا بالطريقه اللي انا عايزك ترد عليا فيها، بناء على الطلب اللي انا قلته له. طبعا انا لفيت كتير، فاتمنى ما تكونش تهت مني. عنده خلفيه كبيره جدا عن الداتا، كبيره جدا عن الشغل بتاعي وعن الحاجات دي. فمجرد ما اقول له الغي، اكنه جاله زهايمر او فقد الذاكره بالظبط. فده بالنسبه لي كارثه. انا عملتها قبل كده وتعبت جدا عشان ارجع الهيستوري بقى والكلام ده كله. فاوعى اوعى اوعى تدوس على كلير تشات جي بي تي، دي نصيحه يعني. واوعى تطلب منه انه يمسح حاجه. يعني خش امسحها انت بايدك. انت تقدر تدخل هنا تدوس مانج، وهيطلع لك، لو دوست مانج هيطلع لك دلوقتي الميموري، كل الحاجات اللي هو عارفها عنك والكلام ده كله. فانت تقدر تخش وتدلتها واحده واحده بايدك. بس اوعى تطلب منه ان هو يمسح حاجه، لاني مره طلبت منه يمسح حاجه ومسحهم كلهم. فالحمد لله يعني. بقاله سنين معاك، فاهم؟ فبتساله انا السنه اللي فاتت كنت بعمل ايه، طب الشهر اللي فات حصل معايا واحد اتنين تلاته، انت فاكر؟ فيرد عليك يقول لك اه فاكر، فاكر لما وقعت في كذا كذا، او لما حصل لك كذا انت اتصرفت ازاي. فاول ما الذاكره بتاعت الشات جي بي تي تتمسح، كانت بصراحه مأساة بالنسبه لي، لان انا زعلت جامد جدا. انا كنت حاسس ان انا بكلم شخص ونسي عني كل حاجه انا بكلمها. تاني حاجه بقى تخش عليها هي السبيتش. السبيتش ده الاصوات اللي انت بتختارها. مثلا لو انت عايز صوت واحد، ده صوت قاف. نعلي الصوت شويه. الصوت التاني مثلا ممكن يبقى صوت بالي. صوت بالي ده اكتر صوت محبب ليا يعني. آه، حاسس انها لطيفه شويه. تاني صوت كوف. ده صوت برضو يعني بحس ان هو جميل. تختار بقى الصوت اللي انت عايزه. وبعد ما تختار الصوت اللي انت عايزه، تخش هنا على الداتا كنترول دي عادي، ما تشغلش بالك بيها. هنا بيظبط اللينكس والحاجات دي كلها. خش على builder بروفايل. برضو مش هتحتاجها قوي، بس لو انت عايز توصل مثلا select domain verity domain، ها personalization your builder profile to connect to the ChatGPT. The things الداتا كنترول دي ما تشغلش بالك بيها. بيلدر بروفايل، لو انت مثلا عايز تكونكت لينكد ان او تكونكت اي بروفايل من البروفايلات اللي عندك. طبعا حسب، هو دلوقتي مش متاح كله يعني، مش كله. يعني ممكن اد لينكد ان مثلا، فتكونكت لينكد ان. تمام، بعدين ممكن نبقى نتكلم فيها. وهنا الكونكت ابس، لو انت عايز بقى زي ما احنا قلنا جوجل درايف انا عندي متوصل، مايكروسوفت مش متوصل. لو انت عايز توصل المايكروسوفت، او لو عندك حساب اكونت على مايكروسوفت، ممكن توصل الاتنين ببعض. ودي طبعا لو عندك اي حاجه على مايكروسوفت تقدر تسحبها وتنزلها تحطها على تشات جي بي تي. ولو عندك اي حاجه على جوجل درايف، اي ملفات سواء شيتس سواء اكسل سواء جوجل مثلا، سواء ميوزك سواء فيديوهات، تقدر برضو تحطها على. لا، ما بيسمعش الموسيقى، بس لو فيديوهات ينفع يعني. بس كده يا سيدي. بكده النهارده نكون خلصنا تشات جي بي تي، شرح كامل للمبتدئين ازاي تسجل على تشات جي بي تي، سواء انت بره مصر او جوه مصر تقدر تسجل على تشات جي بي تي. ولو الفيديو عجبك طبعا ما تنساش اللايك والفولو، وتدعم القناه بلايك علشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وتابعنا الفتره الجايه بقى علشان هنتكلم عن التحديثات، وهنمسك كل حاجه وهنمسك كل حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها المره دي، وهنتكلم عنها بتفاصيل بقى، ونشرحها ونشرح ازاي، ونتكلم عن مميزاتها، وهنشوف مميزاتها وازاي نقدر نستغلها سواء في الشغل او في الحياه، عشان نقدر سواء
سواء في الشغل او في الحياة عموما. اشوفكم على خير.